إخواني، السلام عليكم ورحمة الله. تتواصل التحقيقات في قضية مقتل الطفل محمد الحوزي غير بعيد عن منزل عائلته بدوار أزناين بجماعة أفرني التابع ترابيا لإقليم دريوش، وسط انتظارات المواطنين بالمنطقة الذين يتابعون هذه القضية باهتمام بالغ، حيث تبذل مصالح الدرك الملكي والسلطات المحلية بإقليم الدريوش قصارى جهدها لحل لغز وفاة الطفل محمد الحوزي 13 سنة في ظروف غامضة، والعثور على جثته أمام منزل أبويه بدوار أزناين في جماعة أفرني بعدما اختفى عن الأنظار لحوالي أسبوعين. وأكدت مصادر إعلامية أن التحقيق الذي فتحته السلطات المحلية والدرك القضائي تحت إشراف الوكيل العام للملك باستئنافية الناظور تمت مباشرته منذ اختفاء الطفل المذكور ليستمر بعد العثور على جثته، وتم التنسيق لهذه المهمة على مستوى عالي باستعمال وسائل وآليات تكنولوجية من أجل فك خيوط هذه الجريمة المفترضة في أقرب وقت ممكن. من جهة ثانية، أكد محمد الحوزي والد الطفل أنه ظل يبحث عن ابنه طوال مدة اختفائه، لكن ضيق اليد حال دون القدرة على العثور عنه، مطالبا في الوقت نفسه بإنصاف ابنه ومعاقبة الجنات إذا كانت الوفاة ناتجة عن جريمة قتل متعمدة. وأورد المتحدث أن ابنه كان مدللا ولم يسبق له أن عاش عنفا أسريا، حيث إنه باعتباره والدا له وأمه أيضا كان ساهرا على تربيته مدة 13 سنة وتمتيعه بجميع حاجياته، وذلك بالرغم من الفقر المدقع الذي تعيشه الأسرة، اشتغال والده مياوم. واستبعد والد الطفل فرضية تعرض جثة هذا الأخير للنهش من طرف الوحيش، موضحا أن القوارض تفترس حوض الجثة أولا، وبالتالي فإنه يرى أن تعرض أطراف الجثة للبطر ناتج عن فعل فاعل. يذكر أن والدي الضحية وعائلته يعيشون أياما صعبة بسبب ما تعرض له الطفل المذكور، في وقت أعربت والدته عن ثقتها الكاملة في المصالح الأمنية، لافتة أن الحقيقة ستظهر مهما طال الزمن، ولهيب الفراق لن يخمد إلى غاية معاقبة الجنات. إلى ذلك استمعت الفرقة المكلفة بالبحث في القضية إلى العديد من الأشخاص بما فيهم والدي الضحية الذي تم نقل جثمانه إلى مستودع الأموات بمستشفى الحسني من أجل تشريحها وتحديد الأسباب الكاملة التي أدت إلى الوفاة. وبرزت بشدة وسط الرأي العام بالدريوش وعموم المنطقة فرضية اقتراف الجريمة بداعي البحث عن الكنوز، وهي أمور تحدث بين الفينة والأخرى بعدة مناطق في بلادنا. وما يزيد من قوة هذه الفرضية أن الطفل محمد الحوزي عثر عليه مقطوع الرجل اليمنى بجانب اليد، ناهيك عن تشويه الوجه والرأس. جدير بالذكر أن واقعة الطفل محمد الحوزي عادت إلى الأذهان واقعة الطفل إخلاص البجديني التي عثر عليها جثة هامدة في منطقة نائية بجماعة أزلاف بإقليم الدريوش بعد أسابيع من اختفائها سنة 2021. شكرا على المتابعة.